الشاعر سردار كلش يكتب الشعر منذ سنوات طويلة، غير أنه مثل الكثير من الشعراء الكرد يكتب لنفسه، حيث بقي نتاجه الشعري طي المسودات. وفي هذا الحوار معه سنتعرف على شخصه وبعض نماذجه الشعرية وكتابات مختلفة أخرى، وذلك في منتدى هيفي الثقافي على أثير راديو هيفي FM. فأهلا بكم. أهلا وسهلا. سردار كلش، كيف تعرف لنا هويتك الشخصية؟ شكرا. في بدايتي لابد أن أشير أنه أنشأت في إحدى القرى الجزيرة أثرت في نفسي طبيعة وينابيع قريتي وأشجارها الجميلة، ألهمتني كثيرا من القصائد، وكان هذه البيئة لها أثر كبير في شخصيتي ونتاجي الأدبي. في الحقيقة درست الابتدائية في مدرسة قرية باكروان الواقعة في شمال مدينة الرميلان، واستكملت دراستي اللاحقة في مدينة القامشلي، وحصلت على دبلوم في قسم الأشعة من المعهد الصحي، ومتأهل ولي 4 أطفال، وأمارس مهنتي وحياتي الاعتيادية ككل الناس. وماذا كتبت إلى الآن؟ كتبت في فترة بداياتي في عندي كتاب ديوان شعر جاهز للطبع، وهي مرتبة ومنسقة ولم أنشرها، ولي رواية كردية بعنوان ريج طريق، زائد كتاب باللغة العربية هوامش منسية. منذ متى وأنت تتصدى لمهمة كتابة الشعر؟ في الحقيقة بدايتي مع الأدب لم تبدأ في كتابة الشعر، إنما كنت أمارس هواية الرسم منذ صغري وعزف الموسيقى، وشاركت في نشاطات عدة في هذا المجال. أما الشعر فقد كان انعكاسا لهواية الرسم والموسيقى، وأثرت في ذلك أن أعبر عن لوحاتي التي أرسمها بالكلمات، فكان شعرا، وأدركت حينها أنني أكتب الشعر. وكان أول محاولاتي في كتابة الشعر كان يبدأ بالشعر الغنائي، باعتباري كنت أعزف على آلة الطنبور الموسيقى في عام 1986. وتطورت أدوات الكتابة لدي، فكتبت قصائد كثيرة، والرواية الكردية أول رواية بهالنموذج كتبتها كشكل سيناريو في عام 1988 باللغة اللاتينية. حول هذه الرواية التي أشرت إليها، ماذا تعالج من خلالها؟ الرواية الكردية لم تكتب على نطاق واسع. حاولت أن أدخل بهذا المجال، فسلطت الضوء على 3 مراحل. الرواية هي انعكاس لواقع كردي حقيقي، أشرح من خلالها هذه المراحل التي تطرقت عليها. المرحلة الأولى الطابع الديني والواقع الكردي المتأثر فيها. أما المرحلة الثانية قيام الثورات الكردية
المتعددة وأخفاقها كالتي حدثت في كردستان العراق وثورة الشيخ سعيد. وعندما تقرأ هذه الرواية تستطيع أن تشخص هذه المرحلة. والمرحلة الأخيرة من الرواية استكمال لخلق واقع جديد والنضال من أجل التحرر. وكان لهذه الرواية للمرأة دور كبير في هذه الرواية، لأنها أدت رسالتها من بداية الرواية إلى النهاية. يعني الخط العام للرواية يمثل بالربط بين هذه الأجيال الثلاثة وصولا إلى حالة كردية مثلها. ولماذا بقيت قصائدك وكتاباتك طي الأدراج والمسودات؟ بسبب الظروف السائدة والمعروفة للجميع، بالإضافة إلى الظروف المادية وعدم وجود مؤسسات تحتضن المبدعين وكتاباتهم، فلذلك كانت نشاطات فرديا وخاصة لهذا الكاتب أو ذاك. المواضيع التي تكتب عنها بشكل عام ماذا تتضمن؟ المواضيع بشكل عام كتابة الشعر، ولا زلت في الصف التاسع، وكان القصائد الوجدانية والعاطفية السائدة على كتاباتي. ثم انتقلت مع تطور الوعي الوطني والقومي لدي إلى معالجة القضايا المتعلق بالكرد وهمومهم الوطنية، وتعمقت في أغلب القضايا الاجتماعية. يعني هناك تقسيم لعدة توجهات: قصائد عاطفية وقصائد اجتماعية وقصائد قومية. لماذا يحصر الشاعر الكردي إلى حد كبير كتاباته الشعرية في موضوعتين أساسيتين، الموضوع الوطني والجانب الوجداني، رغم أن هناك الجانب الاجتماعي والحياتي وموضوعة الكتابة للأطفال والمرأة وهكذا؟ ألا تشعر بأن هناك تقصير في التطرق لهذه المسائل الهامة؟ يتجهون أغلب الشعراء في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بكتاباتي حاولت أن أكون قريبا عن مشاكل الناس وهمومهم وقضاياهم، فلذلك ركزت على الجانب الاجتماعي وقضايا المرأة، وأعتقد أنها الأساس في معالجة القضايا الأخرى. فمثلا نرى الشاعر جاكرخوين تطرق إلى أغلب القضايا، وأغلب الشعر السياسي كان الجانب القومي مثلا طاغيا، بينما الشعراء الجدد وخاصة الجيل الجديد يكتبون الشعر بأسلوب تصويري وأغلب الأحيان خيالي دون تطرق في جوهر المشكلة. ويمكنني أن أقرأ لكم قصيدة كنموذج عن المرأة أو كنماذج عن المرأة من خلال القصائد التي كتبتها سابقا. عندي كم قصيدة سأختار عنوانا، مثلا قصيدة بعنوان داخواز بو خستنا جني. داخواز بو خستنا جني. از دخوازم گل دریج بی نبی هشو کرو گیج بی کچک جوانو خندا بی نشین بون رامان پیر بی شو خشو زانستی بی نبی ریزو دل رشی بی وک بلبلان تمشی یار بی نفد یوکو چاف سیوی بی ببریار من دو ویرین بی نبی ارماشتمی دیل بی او داخوازا مافی خوبی نبی هستو هوو دین بی از دخوازم باش پشک بی نرشوشی نو گری بی پر چلنگ بی جان گوران بی نروکن بر جواندی بی سر دلی من گلا سور بی نه آگری بیرونی بی چیروکوانا مموزین بی نگوه بیلو پیف دزی بی او غزالا بخچه مبی نبخاپن وکرووی بی بسکه درج چافکانی بی نکنکا بی سری بی گلک بشاخو پلی بی نرا هولو پاش کتی بی خوش میترا جانه مبی نتف جان و نخوشی بی دلامتو زانو جیر بی ناو گلا چل مسی بی همی پیوی وی راستی بی نبمرا بی بختی بی دناوا خدا او تورین بی ندستان او گل چنی بی
دلم پیرا تمشاهی بی نپرنگو پیل خوین بی نیگاروانا پیوی مبی نظریا بی میجی بی او پریا دریا مبی نه او دریا بی بینی بی تورا اوینی لمن گریده نوندا بی خودی بی دسته ویل دسته مبی نبنگا وکی مشی بی شیرت کارا کار مبی ناو شفا برطاري بي أو برسفا حالي مبي نبي إيشا تمري بي قابا قولي بدلي مبي نوي بترسوفة دي بي وبانقا داوي قول مبي نسي روجا ويخوستي بي. هل تود أن يكتب الشاعر لنفسه وربما أقول لنرجسيته في بعض الحالات أم يكتب للناس؟ أغلب الشعراء يكتبون عن تجاربهم في الحياة والظروف التي تحيط بهم، وكلما استطاع الشاعر أن يتجاوز ذاته ليكتب عن الناس وهمومهم وقضاياهم يكون قريبا عن واقع ستصل رسالته بشكل أفضل. يعني متى تصبح القصيدة ملكا للمتلقي وتتجاوز شخص الشاعر؟ عندما يشعر المتلقي بأنك عبرت عن ذاته وعالجت مشكلة في نفسه، حينها تصبح القصيدة ملكا للناس. هل تشعر بأنه يوجد حاجز فكري ما بين بعض الشعراء ومتلقيهم؟ نعم، قد يوجد حينما يكتب الشاعر عن قضية خاصة أو مبدأ يؤمن به ويحاول فرضه على الآخرين، فلذلك أعتقد أنه يجب على الشاعر أن يبتعد عن التبعية لفرد أو جماعة أو حزب في كتابته حتى يكون ملكا لجميع الناس. الشعر أحد الأدوات التي يمكن من خلاله توسيع دائرة التفاف الناس حول القضايا المختلفة الوطنية والجمالية. هل استطاع الشاعر الكردي أن يلعب هذا الدور؟ بالتأكيد نعم، لقد لعب الشعراء الأكراد وخاصة في المرحلة السابقة دورا إيجابيا ومهما، كأمثال بابا طاهر الحمداني نقول له الهمذاني، وأحمد خاني أمير الشعراء الأكراد، وملاي الجزري أمير العشق، وفي الآونة الأخيرة شعراء الكلاسيكيين أيضا أمثال جكرخوين وهجار من كردستان إيران الملقب بشاعر كردستان حرة، بمثابة لعبوا دورا بمثابة ثورة اجتماعية وقومية على الواقع. استطاعوا أن يربطوا الناس بقصص وقضايا قومية واجتماعية. والجيل الجديد من الشعراء الكرد هل وفقوا بهذه المهمة؟ لا ننسى أن الظروف تغيرت، ولكن على نطاق ضيق فقط. كان هناك كتابات قيمة كأمثال الشاعر شيرغو بيكس، ويعتبر من الشعراء الذي عاشر الجيلين، الجيل الكلاسيكي القديم والجيل الحديث وغيره، لكن أغلب الجيل الجديد لم يلعب هذا الدور وإيصال واستكمال الرسالة التي بدأها للأسف الشعراء الأول. أعتقد هناك قصائد متعلقة بهذا الشيء. هناك قصيدة بعنوان لسر ريتشا ولات، باب سر ريتشا ولات باكن بدنجو فلات وان دايكن دل شوات إيرو أفروجا ميا إيرو أفكاري ميا شورشو جنجو خبات رابن سرخوا قلي من ودستك بن هفالي من داروني ببيجاني من إيرو أفدوزا ميا راستي أو ريكا ميا آشتي ورزقاريا ولات رابن جخوا قران بنرن لكردستان بقرن لنشتمان إيرو أفجه ميا بنقها خوينا ميا سيبان وجودي وخلاف رابن بكن سرهلدان راكن آلا كردستان ما في خوينا باكروان إيرو خباتا ميا إيرو شورشا ميا بكتو خورتن دل شواط
رابن سرخوا بخوينن زانا واشتي بچينن دجمن سرخوا هلينن إيرو خندنا ميا رونيا ريكا ميا زانا بهيزن وكيلات رابن سرخوا هيا كنجي هون خودابن ببي رنجي هون وندابن بوي دنجي إيرو هبونا ميا يانت النبونا ميا بسا فادما مهات رابن بيجن أمكينا هبن ديا منينا ولا تفخموا خوينا دجمل سرواري ميا خوين مجي كاري ميا زاخو آمد ومهابات جاي كردا آسينا جي ليسكي كوينا آسنو زيرو خينا كركوك باجاري ميا دلي ولاتي ميا قامشلو جزرة وآرارات ريكا كردستان خويايا وكي آغير السرچيايا آزادي تيدا آفايا سرخبون دوزا ميا مروفاتي كاري ميا بجي أو ريكا ولات رابن جخورا بقرن لكردستاني بنرن زاروكو دايك بدرن ولات ناموسا ميا آل أو كفني ميا يان مرنو يان فلات. ألا تشعر معي بأن فترات كتابة الشعر تكون بين صعود وهبوط حسب الظروف المحيطة بالشاعر؟ في هذه اللحظة التي نعيشها هناك إنعاش، والسؤال: ما هي الظروف التي يفضلها الشاعر الكردي على العموم حتى يكتب شعرا؟ قبل كل شيء الشعر موهبة، تأتي الفكرة من حيث لا تدري، وأحيانا يتأمل الكاتب أو الشاعر في نسج قصيدة ما وترتيبها حسب التأثير في ذات الشعر. ليس لقصيدة مكان أو زمان معين، فبعضهم كتبوا الشعر في السجن، والآخر في الغربة، والآخر في واقع يعيشه في راحة بال وسعادة. وهل الشاعر ملزم بمتابعة الأحداث اليومية والكتابة عنها مثله مثل مراسل وكالة أنباء الذي ينقل الحدث ساعة بساعة، أم إنه خارج هذه المواكبة اليومية؟ يجب أن يتابع الشاعر الأحداث اليومية ويعيش الواقع ليعالجه عن قرب ويكون لسان كل الناس، لا أن يكتب على التفاصيل اليومية أو الأحداث والتطورات، لأن الشعر عبارة عن مختبر تتجمع فيه الأفكار والأحداث ثم تنبثق منها فكرة أو صورة أو عنوان لقصيدة تعبر عن تلك المرحلة كلها. في عنوان آخر علمت بأنك مهتم بالفن التشكيلي بالرسم، ماذا يمكنك أن تخبرنا في هذا الجانب؟ في الحقيقة الجانب الفني له دور في توسيع الخيال. بدأت في الرسم منذ بدايتي بالقلم الرصاص والرسومات العادية، لكن شيئا فشيئا بدأت أرسم بقلم الفحم، وعندي لوحات متعددة في ذلك الشأن. ثم بدأت أتجه إلى ألوان الزيتية والرسم على القماش. في هناك مواضيع مختلفة كنت أرسمها، مناظر طبيعية. في البداية كنت أرسم مناظر طبيعية، وفي لوحات استشراق أكثر من 15 لوحة زيتية رسمتها في الآونة الأخيرة، ونشرت بعضها على الفيسبوك أيضا. وفي لوحة أيضا للشاعر الكبير جاقر خوين، لأنه له كان دور في الأدب الكردي، ولوحات عن الفلكلور والتراث الكردي. لكن آخر لوحة رسمتها عام 2003 كان عبارة عن اسم اللوحة بائع السجاد، ومن هذه الوقت بسبب الظروف من عام 2003 لم أرسم بعد ذلك. أنت مهتم باللغة،
كيف كان لانتشار هذه اللغة أثر في تعميم ظاهرة كتابة الشعر باللغة الكردية؟ في الحقيقة أغلب الشعراء وإلى الآن رأيت نماذج من المبتدئين من الشعراء يكتبون الشعر الكردي بالأحرف العربية، لكن في الفترة الأخيرة والهجمة الإيجابية طبعا في اندفاع الناس لتعليم لغتهم الأم وانتشار كثيف للتخريج دورات اللغة الكردية ساهمت في حد كبير إلى أن يتوجه الكثير من الشعراء للكتابة بلغتهم باللغة الكردية. حسب رؤيتك ومتابعتك، إلى أي مدى تساعد لغتنا الأم الشاعر في التعبير عن ذاته الشعرية؟ في الحقيقة اللغة الكردية لغة واسعة، وأحيانا لكلمة واحدة أكثر من معنى، ويمكن لأي شاعر أن يجد ضالته. وأدعو كل من يهتم بكتابة الشعر توجه إلى قراءة المصادر والقواميس في اللغة الكردية، وحتى كتابة القواعد المتعلقة في ذلك. وفي جانب آخر، معجم اللغة الكردية غني بالمفردات كما أشرت. لماذا نشعر بأن الشاعر الكردي يختار من الكلمات الأكثر حزنا؟ بسبب الواقع الذي نعيشه خلال حقبة من الزمن والاضطهاد والكبت والضغط النفسي، وما زلنا نعيش امتداداتها. يبحث الشاعر عن الكلمات التي تعبر عن ذاته ولم يجد في نفسه غير الكلمات الأكثر حزنا. وهذه نموذج قصيدة بعنوان Va eşçûm hêstira nebarîna dayîka min, qey naxwazim şahî bibe jiyana min, qey naxwazim hînkim nêrgizel gulîstana min, warê tengezariyê min dûr dike ji welatê min. Va eşçûm neke girî delala min, va eşçûm xencera demê em weşandin, rayê roniyê û zanistiyê tev helandin, delamet û xewnê xweş tev revandin, طوبك جنيل واري من تباراند واشچوم ريل من نمان پریشانا من واشچوم بري من كوي روج آوا خاطرات خوازم جگل و دايك و باوا جبراك دلال و خشكا زلال و هوالان جيارا شپال و رنگ سرشت و گلان واشچوم رامان نبا هوالي من واشچوم ريوان بوم لدوري ولات جزج من را ئەرمانج بووم کار و خەبات بەخاترا خەمگین بووم بدڵشەوات ji dozêra penaber bûm bo felat veşûm li kolana biyan bûm welatê min veşûm li min negirin ey dost û hevalê min hêvî dikim vejînek nû ronî bidê canê min omîd û xewnê min bibin rastî dajîn bibe jiyana min damizgînî zû bikenê rizgarkirina welatê min واشچوم لمن نقرن داروني ببي روجا من. وفي إضاءة أخيرة أسألك عن الواقع الثقافي الكردي، ما هو تقييمك له؟ عاشت الحركة الثقافية الكردية في الظروف لم تساعدها على البروز، وقيام بدورها كانت أغلب النشاطات والأعمال في حالة من السرية وقليلة الانتشار بالرغم من أهميتها. لكن في السنوات الأخيرة وبسبب الأحداث الأخيرة وبسبب الظروف الجديدة في البلاد أخذت الأمور منحا آخر، فتأسست مؤسسات متعددة تهتم باللغة والثقافة ونشرها بشكل أعتقد أكثر علنية، بالإضافة إلى نشاطات الحركة السياسية في الجانب الثقافي، وفتح مراكز ومكاتب تتعلق بالشأن الثقافي والإعلامي أيضا الأدبي، وأصبحت ملتقى لجميع المثقفين والراغبين في التنشيط في ذلك الاتجاه. وهناك محاولات لدمج وتوحيد الأطر الثقافية المختلفة،
بماذا قد تفيد الحركة الثقافية؟ قبل كل شيء طبعا هي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لأن توحد الطاقات وتبادل الأفكار، وبالتالي تفتح طريق لترغيب الجميع في فعل الثقافي. المهم في هذا الموضوع ألا تحتكر جهة ما هذه المؤسسة أو ذاك أو أي نشاط ثقافي، وأن يكون هناك دور تكاملي بين الجميع. لو خيرتك لتقول كلمة فلمن توجهها؟ طبعا أوجه الكلمة إلى الجيل الجديد من الشعراء، ألا يتبعوا أسلوب التقليد وأن يكتبوا على الواقع، وأكمال مسيرة ورسالة شعرائنا من حيث انتهوا، من حيث الدور الذي قاموا به، وأن يكون لكل واحد منهم شخصيته وأسلوبه الخاص به، والبحث عن لغته الجميلة في المراجع والكتب المختلفة، حتى يكون هذه القصائد وهذه الأعمال يكون عنوانا لواقعه. وهكذا أمضينا هذه الساعة الثقافية مع الشاعر سردار كلش، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في إسعادكم وإفادتكم، فشكرا أستاذ الكريم.